السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من بعد ما غبرت عليكم. المهم واحد شويه رجعت لكم. المهم رجعت لكم ونتمنى نرجع لكم، يعني نبقى نحط لكم الفيديوهات ان شاء الله. المهم بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فطائر ديال المقله اللي كيجيو بحال البطبوط معمر، غير هادو درتهم على شكل فطائر. يعني زدت بعض الحوايج على العجين، يعني العجينه ماشي ديال بحال العجينه ديال البطبوط. المهم اول حاجه هنايا عندي جوج ديال الزلايف ديال الدقيق الابيض اولا دقيق الفورس. عندي زلافه ديال الدقيق الاصفر اولا الفينو، ولا يعني السميده اللي هي اكسترا فان، السمو اللي هو اكسترا فان، ديك الرقيقه بزاف. وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، واحد دانون مسوس، ومعلقه كبيره ديال دانون غبره، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، ومعلقه ديال السنيده اولا المهم ديال السكر. المهم اول حاجه هنايا خديت خلطت هذيك الدقيق الابيض مع الفينو، يعني خلطتهم بجوج. وغادي نزيد كل شيء هنايا، يعني الملحه، السكر، الخميره، ديك المعلقه ديال الحليب النيدو. وغادي نزيد عليهم هاد الدانون المسوس هذا. ومن بعد غادي نجمعهم بالماء، وغادي نديرهم في العجانه. تقدروا انكم تعجنوهم على يديكم عادي. المهم هنا زدت زلافه ديال الماء دافي وصافي. من بعد بالنسبه لهاد الزلافه هذه اللي عمرت، من بعد ما غادي نعجن العجينه غادي نشوف الا باقي خاصني، راه غادي نزيد شويه د الماء. الا جات هو هذاك، حيت راه زدت فيها يعني راه فيها القانون، يعني خصني نحسب حتى بلي راه ضن زعما راه غادي يجمع ليا العجينه. صافي كما كتشوفوا بالنسبه للزلافه الثانيه خديت منها واحد شويه ديال الماء، يعني ماشي كامله. صافي بالنسبه للعجينه كما كيبان لكم هنايا كي وريتها لكم، ما كتجيش رخيفه مرخفه بزاف، وفي نفس الوقت ما كتجيش قاصحه بزاف. هنا زدت عليها واحد المعلقه ديال الزيت، تقدروا تزيدوها عليها ديك الساعات ملي كتعجنوها. المهم انا هنايا زدتها، وغادي نعاود نبقى ندي العجينه ونجيبها غير يعني ديك الزيت تدخل في الوسط ديال العجينه وصافي. وصافي من بعد غادي نخليها تخمر، وغادي نغطيها حتى غيضاعف الحجم ديالها. يعني مهم تقريبا نفس العجينه ديال البطبوط اولا نفس الطريقه ديال البطبوط، غير حنا العجينه ديالنا ديال البطبوط ما كنديروش فيها هادشي كامل، يعني كنعجنوها عاديه وصافي بحال الخبز. وصافي هنا غادي نغطيها، المهم حتى غادي تخمر واحد الساعه هكاك ديال المكانه. المهم حتى غيضاعف الحجم ديال العجينه ديالنا. وهنا بالنسبه للحشوه ما لقيتش الفيديو اللي كنت حطيت فيها كلشي. هنايا درت فيها جوج بصلات، وحده بيضه وحده حمراء. المهم كديروا على حسب الحشوه ديالكم، يا اما بصله ولا جوج ديال البصلات. انا هنا استعملت جوج ديال الانواع ديال البصلات. عندي الكفته طبعا حتى هي كتبقى على حسب الحشوه ديالكم، يعني شحال ما بغيتو ديروا. درت عليها القزبر والمعدنوس، درت عليها الزيت، ودرت عليها معلقه ديال مطيشه الحك والعطريه كامله، يعني البزار، البلحه، سكنجبير، القرقوم، يعني العطريه كامله اللي كنديروها حنايا. صافي وشحرتها فوق البوطه كما كتشوفوا. تقدروا تزيدوا عليها الخضره الا بغيتوا، المهم الفلفله ولا خيزو ولا القرعه اللي بغيتوا. انا درتها هكا غير البصله ومطيشه الحك والكفته طبعا مع العطريه ديالها كامله. المهم انا هنايا دغيا سرعت الفيديو، مشى ليا الفيديو اللي كنت كندير العطريه. بالنسبه للعطريه كديروا معلقه صغيره من كل شيء وصافي. هنا من بعد ما العجينه ديال اولا يعني العجينه من بعد ما خمرات ليا غادي نقطعها هكا على شكل خبيزات صغار، بحال العجينه ديال المسمن وصافي. المهم هنايا كنبقى ندهن يديا بشويه ديال الزيت، وكنحطهم فوق داك الورق ديال الزبده. تقدروا تحطوهم هكا غير فوق شي سربيسه نقيه وصافي. ومن بعد بالنسبه للحشوه انا من بعد ما طيبتها راه خليتها تبرد، يعني ضروري انكم تحضروها شويه من قبل باش تبرد، حيت ملي غادي نجيو نديروها في العجينه ما تبقاش سخونه. وصافي هنا غادي نقطع العجينه ديالي كامله. بالنسبه للحشوه تقدروا ديروا اي حشوه نتوما باغيين، تقدروا ديروا الدجاج في البلاصه ديال الكفته، اولا ديروا المهم عطا الله، ولا غير الفرماج مع لي زيبينار مثلا، اولا اي حاجه بغيتوها، اولا الطون، اي حاجه بغيتوها تقدروا ديروها في الحشوه. صافي هنا من بعد ما قطعتهم كاملين خديت انا هذا الفرماج هذا غابي، هذا الفرماج محكوك هو اللي غادي ندير مع هاد الحشوه ديال الكفته. وصافي بديت كنطلق الخبيزات كما كتشوفوا هنايا.
كنطلقهم هكا في الجناب اللي غاديين شويه في الوسط وفي الجناب. وكندير هاد الحشوه ديالي من بعد ما بردات طبعا، وكنزيد عليها هاد الفرماج محكوك عليهم، وكنبدا نجمعهم في الوسط، يعني تقريبا بحال البطبوط. غير هنايا درتهم فطائر وصافي، يعني كما قلت لكم، حيت زدت عليهم ديك الضرب المسوس وديك الحليب غبره وصافي. وهنايا غادي من بعد ما ساليت معاكم هذيك ديال الفرماج محكوك، هنايا غادي نستعمل هذا الفرماج هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا. المهم كما راه صورته لكم كيجي بحال الجبن وصافي. كنزيدوا عليهم حتى هذا الفرماج كيجيو الصراحه زوينين، كيجيو معلكين. ملي كديروا هذا الفرماج كيجيو هكا معلكين من الوسط وصافي. كنبدا نجمعهم بنفس الطريقه، نعاود نقرصهم اولا كنطلقهم، وكنخليهم غادي نخليهم حتى يخمروا. المهم عندي شويه الاضاءه ماشي حتى لتما، حيت هنا خدمتهم شويه في العشيه، ومع راكم عارفين دابا ما كاينه لا الشمس لا حتى حاجه، ما حتى شي حاجه الوقيته ديال الشتاء. المهم صافي دابا حتى خمروا، يعني واحد خليتهم حتى خمروا واحد شويه، وغادي نبدا نطيبهم. المهم نتوما تقدروا ديروهم في المقله ديالكم عادي. انا هنا غادي نستعمل هذه المقله هذه ديال الطيفال. بالنسبه لهذه المقله صراحه كتنفع بزاف، يعني تقدروا ديال كل شيء تطيبوا فيها هي صراحه هي اللي كريب، ولكن كنطيبوا فيها لي كريب، بانكيك، الحريشات، لما يعني المخنفر، هكا البطبوط، اي حاجه اي حاجه تقدروا تطيبوها في هاد المقيلات. وهي باش زوينه انها دغيا البغرير، يعني كلشي دغيا كتسربي، يعني في البلاصه اللي غادي طيبي حاجه وحده وكتسنايها غادي طيبي فيها يعني 6 د الحوايج دقه وحده، يعني دغيا كتسربي. غير هي الحاجه الوحيده بالنسبه للخبز مثلا، حيت هي ان فوا شعلتيها كتبقى سخونه وهي طالعه كتبقى تجي تسخن اكثر. بالنسبه للبطبوط شنو غادي بالنسبه للخبز هكا ولا البطبوطات اللي غادي نطيبوهم فيها، هي ملي كنشوفها سخونه بزاف كنطفيوها، حيت ما فيهاش البطونه ديال نقصو ونزيدو. كنطفيوها غير واحد شويه تهبط الحراره ديالها، ونعاودو نشعلوها باش تكمل الطياب. يعني ما نخليهاش تبرد بزاف، غير كنطفيها واحد شويه حتى كتنزل ديك الحراره اللي هي طالعه بزاف، وكنعاود نشعلها بحال نقصت ليها وصافي. يعني ولكن كتنفع، هي دغيا كتسربي ملي كتكوني زربانه، يعني كطيبي فيها البغرير ولا هكا لي بانكيك اولا لي كريب اولا الحريشات، يعني كل شيء تقدروا طيبوهم فيها. المهم هنايا اولا نتوما تقدروا تستعملوا المقله ديالكم عادي، يعني المقله ديالكم عاديه وصافي. المهم هنايا غادي يبانوا لكم انهم منفخين بزاف، ولكن صراحه مع هاد العجين اللي استعملت راه عاديين، حيت كيجيو على شكل فطائر معمرين. ولكن راه واخا كيبانوا لكم هكا منفخين، راه ماشي ما فيهمش ديك اللبابه اللي كتخيلوا. يعني انا غادي نحل لكم في الاخر غادي تشوفوا انهم عاديين، يعني كيجيو هكا زوينين وعامرين وصافي. كنبقى نقلبهم هنايا حتى غادي يتحمروا من جميع يعني من حتى كيتحمروا من جميع. المهم من هاد الجهه ومن هاد الجهه، بغيتوهم يتحمروا لكم من الجناب راه نتوما كتاخذوا هكا الخبيزه ديالكم وكتبقاو تقلبوها من الجناب حتى كيتحمروا لكم من الجناب. انا عادي خليتهم هكا حيت اصلا طايبين، يعني ما محتاجاش انني نطيبهم من دوك نحمرهم من الجناب وصافي. غنبقى على هذه الطريقه حتى غادي نكملهم كاملين. يعني راه طريقه سهله كما قلت لكم، كيجيو رائعين وزوينين هكا. تقدموهم للكوتي ولا المهم تحطوهم هكا الفطور الا كنتو صايمين. وصافي نتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى انني نرجع لكم هذه المره ونبقى نشارك معكم فيديوهات، حيت صراحه عجزت من بعد ما حبست اليوتيوب، عجزت انني نرجع. سورتو المونتاج كياخذ الوقت والمشاهده ما كايناش يعني. المهم يعني اليوتيوب ما بقاش كما كان صراحه، وصافي هذا الشيء نيت واحد ما كيساليش. وسورتو المونتاج كياخذ الوقت بزاف، لهذا كنعجز انا، مع العلم انني راه كندير كل شيء، ولكن كنعجز غير على هذا التصوير وعلى هذا المونتاج هذا. المهم هنايا كما كتشوفوا في الشكل ديالهم في الاخر من بعد ما طابوا كما كيبانوا لكم راه منفوخين، ولكن راه في الداخل راه كيجيو هما هادوك، يعني ما فيهمش ديك العجينه ولا ديك اللبابه الكثيره، يعني كيجيو هكا معمرين ومقادين يعني وطايبين هكا بهاد الحشوه هادي وبهاد الفرماج اللي كيكون هكا دايب في الداخل ديالهم.
طبعا كما قلت لكم تقدروا تعمروهم باي حاجه بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. ونتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساونيش بلايك واشتركوا معايا الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. من غادي نعاود نحط لكم فيديو واحد اخر، وهذا الشيء اللي كاين، والى فيديو قادم ان شاء الله.